هم بيسموا ليله نصف شعبان الليله المباركه وليله البراءه وليله الصك وليله الرحمه. ليله البراءه دي واخدها من ايه؟ العامل كان زمان لما يجي يروح يجيب مال الزكاه من الممولين يقوم يعطيهم سك انهم مر عليهم واخذ ايه؟ حق الله المعلوم من زكاتهم، يعطيهم البراءه، يعني ذمتهم ايه؟ ذمتهم ايه؟ خلصت من هذا، فكانوا يسموها ليله الايه؟ البراءه. طب وليله الرحمه، رحمه بمين؟ أم قال لك رحمه برسول الله اولا، لانه بقى ايه؟ نفسه يتجه الى قبله ابراهيم، انما اوامر الله ان نتجه الى بيت الايه؟ المقدس. طب مش كل ليله من نصف شعبان دي كرامتها جت في ايه؟ ليه؟ أم قال لك كرامتها جت ان حصل فيها شيء في تحويل القبله التي هي ايه؟ متجه المسلمين في كل بقاع الارض حين يصلون وينادى الله اكبر. طيب لما كانت متجهه الى بيت المقدس كان لها زمن، وبعدين خدناها قلناها ارجعي تاني للايه؟ للكعبه، يبقى لها زمن. الاثنين فيهم حكمه، مش جه حاجه تفرق بين حق وباطل، ده فرقت بين امرين ايه؟ حكيمين، بس ده له عمر وزمن وده له ايه؟ له عمر وزمن على الاول. يبقى اذا ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل تحويل القبلة في فرض من اوله، لا ده عملها في فرض واحد، في صلاة واحدة. صلي ركعتين هنا ايه؟ وحول وجهك الله. يبقى هما الاثنين ايه؟ حكيم. يعني الاولى حكيم ليه؟ لان الله يريد ان يدخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام، وما دام سرى به من مكة الى بيت المقدس يبقى دخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام. وبعدين الصلاة فرضت فين؟ في ليلة المعراج، وده كان حاصل فين؟ من بيت المقدس الى السماء الدنيا، وبعدين الى سدرة المنتهى، وبعدين الى كذا كذا. فشاء الله ان يجعل الصلاة في متجهها مرة على بيت المقدس ومرة على الايه؟ الكعبة، وكلاهما له حكمة. طب الحكمة الاولى انها دخلت في المقدسات تبقى بتاعتنا. الحكمة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له إلف بقبلة إبراهيم، وقد نرى تقلب وجهك ايه؟ في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ قبلة ترضاها. وما دام الصلاة جت بعد المعراج من بيت المقدس إلى أعلى، والصلاة دي فيها متجه القبلة، القبلة دي لازم تاخد الحتتين الاثنين، تاخد ايه؟ مبدأ التشريعي ومبدأ الاستبقائي اللي هو هيبقى تملي بقى. قال وهذا جعله الله ايه؟ فتنة لغير المسلمين وفتنة للمسلمين. الله ليه؟ قال لك لأن لو يجي واحد يقول لك طيب لما كانت القبلة محولة لبيت المقدس ايه اللي خلاه يعني يسيب بيت ابراهيم، قبلة ابراهيم ويروح لايه؟ لقبلة داود وسليمان؟ هذه واحد. قلنا يا اخي لتدخل في مقدسات الاسلام، ما يستبدوش بقى يقولوا ده بتاعتنا احنا. فيجي اليهود يلتقطوا هذه المسألة ويعملوها شبهة، يقول الله إذا كان هو رافض دينه فكيف يتبع قبلتنا؟ ده هو رافض دينه. والتانيين بتوع العرب يقول لك إذا كان هو على دين إبراهيم ساب قبلة إبراهيم ليه؟ إيه؟ وراح على قبلة. يبقى فتنة للإيه؟ للكل، علشان الإنسان يلتزم التوجيه الإلهي بدون دخل للعقل في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. وما حبش يجعل دي في فرض وينتهي وبعد ذلك يجي فرض ثاني، لا ده عملها في فرض واحد، نتجه في الصلاة الواحدة إلى إيه؟ إلى جهتين. الركعتين الأولين يتجهوا إلى بيت المقدس، والركعتين الثانيين يتجهوا. يدل على أنها إيه؟ شيء موقوت محدد، لا بفريضة واحدة، لا بفرائض متعددة، ولكن في فريضة واحدة. يبقى كلاهما حكمة ولا لا؟